السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة نعمل مع بعض وجبة حلوة جدا، بس من كتير مننا مش بيحبها لان بيقول ان الكبد ليها ريحة زفارة معينة، وده حقيقة. بس انا هقولك معايا ازاي تتخلصي من الريحة دي. انا همسك القوانص هغسلها كويس جدا وهشيل منها الدهون والكبد، وهمسك القلوب اغسلها واشطف. خلي بالكم القلوب بيبقى فيها تجمع دموي، اشطفيها اكتر من مره وحطيها قبل استعمالك ليها بساعه في محلول ملح، نص معلقه ملح وحبه خل، وبعد كده اشطفيها واسلقيها السلق العادي. بس طبعا ابتدي بترتيب القوانص لان القوانص بتاخد سوا اكتر من الكبد. تمام يا حبايبي، هننزل بالقوانص الاول وهنسلقها، وهتتعاملي معاها اكنك بتسلقي طيور عاديه، يعني لحمه فراخ. هتسلقيها، وبعد ما هتسلقيها هتنزلي بالترتيب زي ما اتفقنا، وهتنزلي بعد كده بالكبد، وهتشيلي الريم اللي بيبقى متكون فوق. مع احترامي، انا اسفه، مع احترامي لحضراتكم. بصوا الشوربه بتاعتها نقيه ازاي وحلوه، بس احنا مش هنستخدمها عموما. بس اعرفي انك انتي غسلتي حاجتك كويس لما يبقى لون الشوربه نقي كده. بمجرد ما اللون يبقى نقي كده بتنزلي بطماطمايه بصلايه بتنكهيها عادي، فص ثوم، فلفل اسمر، ملح، ورق لورا، الفلفل الحب الاسمر الحب بيدي طعم حلو للحاجه، وانتي الحاجه بتستوي فيها كده يبقى ليها طعم جميل جدا. اعتمديه في كل ستايل الطيور واللحوم بتاعتك. تمام يا حبايبي. بعد كده بعد ما انا اتاكدت ان هي استوت بمسكها انشلها واقطعها حتت صغيره، الحجم بقى اللي انت عايزاه. شوفي انت هتاكليها سندوتشات بتقطعيها حتت صغيره عشان تدي شكل حلو في الساندوتش، وممكن تاكليها مع مكرونه على فكره، حسب ما ولادك يحبوا ياكلوها ازاي. مسكت بصلايه كبيره حمرتها لحد ما بتاخد لون روز فاتح. في حد من ولادي، انتوا لاحظتوا انا حطيت توم مصحح، لان في حد من ولادي ما بيحبش التوم، فانا بمجرد ما انا بسويه وبيستوي بشيل التوم من الاكل. انتوا شايفين حتى التوم انا مقشراه وحاطه في التلاجة. هحمر الكبد عادي التحمير العادي، وهبهرها اللي هو البهار العادي، فلفل اسمر، كزبره، شعره من الكمون، ملح. ممكن تحطي فلفل الوان، انا ما كانش متوفر عندي فلفل الوان على فكره، لو كان موجود كنت حطيت. هحمرها التحمير العادي لحد ما تاخد تتحمر كويس جدا، وان شاء الله تعجبكم وتنول اعجابكم. اتمنى ان انتوا تجربوها. ملحوظه عايزه اقولها لك، وانتي بتسلقيها حطي معاها نص عود قرفه. تمام. اتمنى ان هي تعجبكم وتنال اعجابكم، ان انتوا تجربوها، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.